ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في مرحله جديده. بما انكم داخلين الفيديو ده فانتوا داخلين اولى اسنان السنه دي، فاهلا بيكم وعاوزاكم تكونوا مبسوطين بالبدايه الجديده دي وتكونوا فخورين بنفسكم. وانا عارفه ان انتوا بتسمعوا كلام كتير جدا دلوقتي ان اسنان بقى في منها كتير وان مش هيبقى فيه شغل وان احتمال التكليف يتلغى وحاجات كتير كده. عايزه اقول لكم ان انتوا مالكوش دعوه بالحاجات دي كلها، انتوا خلاص ربنا حطكم في المكان ده فهو الخير ليكم، ده اول حاجه. تاني حاجه هو الشغل في الاول وفي الاخر بيعتمد على مدى اجتهادك وتوفيق ربنا. يعني انت لو اجتهدت في اسنان، في بشري، في علاج، في اي كليه تانية، انت في الاخر هتشتغل وهتلاقي ليك مكان. لو ما اجتهدتش في اي مكان حتى لو في فرص شغل كتير جدا مش هتلاقي شغل. فهو في الاول وفي الاخر معتمد على اجتهادك وشطارتك. فانا عايزاكم تكونوا متفائلين كده ومتحمسين وعايزين تعملوا حاجه كويسه باذن الله وتطلعوا منها باقصى استفاده. في الفيديو ده هتكلم معاكم في اكتر من حاجه، في الادوات وفي الدكاتره وفي المواد، واحاول اديكم كام حاجه كده تفيدكم باذن الله. اول حاجه هنبتدي بيها هي الادوات. انا جبت لكم الشنطه اللي انا حاطه فيها الادوات كلها. ده البوكس اللي انا جبته في اول السنه. بصوا، هو ممكن تجيب البوكس ده وممكن تجيب حاجه صغيره كده بتبقى عامله شبه المقلم. الاتنين كويسين، والاحسن انك تجيب الصغيره كمان. يعني دي كانت كبيره قوي ومعظم الايام كنت بكسل اخدها وكنت بحط الحاجات في الشنطه، فممكن تجيب الصغيره، هي ارخص واوفر واحسن بكتير. دي حاجه بنسميها تاوز. دي انتوا مش هتحتاجوها بس في اولى، دي انتوا هتحتاجوها طول سنين الكليه كلها. دي حاجه كده بنحطها ونشتغل عليها العملي. هتعرفوها اكتر لما تدخلوا الكليه، بس انتوا محتاجينها بكميات، يعني بتبقى علبه او علبتين طول السنه كويس جدا. تالت حاجه هي الواكس او الشمع. هو احنا بنقول عليه واكس، هو ده بنستخدمه في الكارفنج اللي هو العملي بتاع طول السنه. بالنسبه للشنطه بقى، لو لاحظتوا هنا هتلاقوا السنان اللي انا عملتها طول السنه كلها. ده مش كتير، يعني هو في اكتر من في نفس الكميه دي اكتر كمان. انا عارفه ان هي بالنسبه لكم دلوقتي اصنام، بس انتوا هتفهموا لما تدخلوا. انا كل سنه فاكره انا عملتها ازاي وامتى وفين، يعني ليها كل سنه ليها ذكرى معايا. ده حاجه بنسميها التورش. التورش ده اللي هو بنولع بيه، ده بنستخدمه في ان احنا بنسيح الواكس. بعد كده عندنا الادوات دي. بصوا الثلاثه دول اسمهم كارفر. الكارفر ده كل واحد مختلف عن التاني في حاجه، هتفهموها اكتر برضو لما تدخلوا. ودي حاجه بنسميها نايف، بنستخدمها غالبا في التقطيع. ودي تالت حاجه. دي حاجات اساسيه لازم تبقى عندنا كلنا. بالنسبه للسعر، عشان كان في حد سالني السؤال ده على الانستجرام، الحاجات دي سعرها كلها مش غالي. يعني الحاجات دي كلها تقريبا ممكن تجيبوها ب 300 جنيه حاجه كده، فكلها مش غاليه. يعني مش زي ادوات اسنان بقى ثالثه ورابعه والحاجات دي، فانتوا مش محتاجين تشتروها بدري. محتاجين ان انتوا تدخلوا الكليه وهم هيقولوا لكم احسن الاماكن كمان اللي تقدروا تجيبوا منها على حسب الكليه بتاعتكم، لان كل محافظه ليها حاجات تناسب ليها. ده كان بالنسبه للادوات. تاني حاجه حابه اتكلم معاكم عنها هي المواد. انا جامعه المنصوره، فاحنا عندنا 7 مواد، منهم ماده ما بتضافش للمجموع. اول ماده هي المورفولوجي او ممكن تسميها الدنتال اناتومي، اللي هو تشريح الاسنان. الماده دي بتكون اهم ماده واكبر ماده واكتر درجات عندكم في اول سنه، وبيكون فيها جزئين رئيسيين، هما جزء العملي وجزء النظري. بالنسبه لجزء العملي، لو انت عاوز تكون كويس في الجزء العملي لازم تكون بتشتغل بايدك كتير، وده طول سنين الكليه مش بس في سنه اولى. وانت عشان تكون دكتور اسنان شاطر لازم تكون شغلك اللي بايدك كويس. وبلاش تهملوا النقطه دي وتقعدوا تقولوا انا خلاص مذاكر النظري كويس فانا مش محتاج اشتغل على العملي. بالعكس، العملي درجاته كتير وبتبقى بتفرق معاك جدا. يعني هي بتساعدك كتير جدا، بتبقى حوالي 40 او 50 درجه بيساعدوك جدا ان انت تجيب تقدير كويس. فبلاش تهملوا العمل. بالنسبه للنظري في المورفولوجي، لو انت عاوز تذاكر مورفولوجي صح وبسهوله وما يتنساش وتبقى شاطر فيه بجد، لازم ترسم. انتوا ممكن تحسوا ان انتوا مش فاهمين كلامي ده قوي، بس هتفهموه بعدين. ماده المورفولوجي دي هي قايمه اصلا على ان انتوا تفرقوا ما بين الاسنان والسنه دي شكلها ازاي جنب السنه دي. فانت لو ذاكرت السنه دي وجيت بعدها تذاكر السنه اللي بعدها، كله هيدخل في بعضه وهتنسى كل حاجه. هديكوا بقى النصيحه الذهبيه اللي انا اكتشفتها في الترم الثاني، هي ان انتوا تجيبوا كراسه زي دي كده، كراسه رسم كبيره، سكتش رسم كبير، ترسموا فيه كل سنه جنب السنه اللي جنبها. او يعني بصوا هنا عملنا مقارنه في المانديبولار لاترال انسايزر، دي اسم سنه. عملنا لها مقارنه ما بين الليبيال واللينجوال اللي هو من قدام ومن ورا. يعني ارسم بالطريقه اللي انت تفهم بيها واللي تعرف تذاكر بيها. بس انا عايزه اوصل لكم فكره ايه. الرسم ده ليه مميزات كتير جدا، ان انت مش هتنسى لما تذاكر وهتبقى الرسمه في دماغك، فانت هتقدر تطلع منها البيانات من غير ما تقعد تحفظ. وكمان في موضوع الرسم، لان احنا عندنا في الكليه صدمونا قبل الامتحان بكام اسبوع ان انتوا هترسموا. يعني مش بس هيبقى العملي ان انت تشتغل سن عملي، لا انت كمان هترسم. فمن الاول كده يعني احتياطي
ترسم وتعود ايدك على الرسم عشان انت ما تروحش تتفاجئ قبل الامتحان بكام يوم زي ما حصل معانا. تاني ماده عندنا هي الاناتومي. الاناتومي دي ماده تشريح من طب. الاناتومي ماده محتاجه حفظ كتير شويتين، وحاول على قد ما تقدر تذاكرها من على صور. يعني لو انتوا ذاكرتوها من على رسومات قدامكم الموضوع هيبقى اسهل بكتير. الماده مش بشعه ومش صعبه قوي، بس لو ركنتها على نفسك وما ذاكرتهاش من اول السنه هتبقى بشعه، لان زي ما قلت لكم هي حفظ كتير جدا، فانت هيبقى الموضوع صعب شويه ان انت تلمها قبل الامتحان بكام يوم. تالت ماده هي الهيستولوجي. الهيستولوجي دي برضو ماده من طب. الهيستولوجي كلها حفظ. الهيستولوجي ده ما فيهوش كلمه فهم، كله حفظ. عشان كده انت لو عايز تجيب تقدير كويس في الهيستولوجي انك تحفظه كويس. طب تحفظه كويس ازاي؟ ان انت تكرره كتير. يعني ما ينفعش برضو تيجي قبل الامتحان وتقولي انا هلم الهيستولوجي. الهيستولوجي حفظ كتير جدا جدا جدا، والحفظ اصلا مبني على التكرار، فانت حاول على قد ما تقدر تكرره حتى لو بالقراءه بس في العموم الهيستولوجي بتبقى الاسئله بتاعته مباشره وبيجي سهل ولذيذ، لان هي زي ما قلت لكم ماده حفظ، فاللي انت هتحفظه هو اللي انت هتلاقيه في الامتحان، وسهل جدا تجيب فيه تقدير كويس جدا يعني. تالت ماده هي الفسيولوجي. برضو دي ماده من مواد طب، بس الفسيولوجي بصراحه كان من اكتر المواد المفضله بالنسبه لي، لان هو معتمد اعتماد كلي على الفهم. لو انت فهمت الفسيولوجي هيبقى من ألذ المواد اللي انت هتحب تذاكرها. يعني الموضوع انت لو فهمته هيبقى في منتهى البساطه. خامس ماده هي الاحصاء. الاحصاء دي بقى من مواد علوم، مش صعبه ومش بشعه يعني، بس برضو محتاجه تتذاكر بشكل متوسط. يعني مش محتاجه تذاكر كتير قوي ومش محتاجه تتساب، هي بتبقى ماده يعني في المتوسط كده، يعني كويسه الى حد ما. سادس ماده هي الفيزياء. الفيزياء دي كمان من مواد علوم، وكان عندنا الفيزياء والاحصاء الاثنين مع بعض مضمونين على بعض، يعني درجه نجاحهم مع بعض. يعني لو انت شلت فيزياء تشيل معاها احصاء، ولو شلت احصاء تشيل معاها فيزياء. الفيزياء كانت عندنا جزئين، جزء جنرال وجزء سبيكترو. الجزء الجنرال كان لذيذ ولطيف ويتذاكر وحلو والدنيا جميله. الجزء السبيكترو كان ما يتذاكرش لا دنيا ولا اخره. كل اللي اقدر اقوله لكم ان هو اصعب من فيزياء ثانويه عامه. انا مش بقول لكم كده عشان اخوفكم، وانتوا كده كده داخلين وانتوا كده كده هتقابلوه، بس بقول لكم كده عشان تذاكروه من اول السنه، لان انتوا هتتصدموا قبل الامتحان لما تلاقوا ان السبيكترو انتوا مش فاهمين منه ولا حاجه. ده حرفيا اصعب ماده في اولى اسنان كلها. اخر ماده بتضاف للمجموع هي الكيمياء. الكيمياء كان في منها فرع كامل هو نفس كيمياء ثالثه ثانوي بالظبط، فانتوا لو مذاكرين كيمياء ثالثه ثانوي كويس الفرع ده بالنسبه لكم هيبقى في منتهى السهوله. والفرعين التانيين لزاز برضو، يعني الكيمياء كانت في متناول الجميع وسهل جدا تجيب فيها تقدير كويس. الماده اللي ما بتضافش للمجموع هي الانجليزي. الانجليزي في الجامعه مش انجليزي ثانوي او مش انجليزي ان انت تتكلمه كلغه، لا هو انجليزي ترمينولوجيز اللي هو حاجه بنسميها المصطلحات الطبيه. طيب هل ده محتاج ان انت تذاكره من اول السنه؟ لا مش محتاج خالص، الموضوع في منتهى البساطه وتقدر تذاكره قبل الامتحان بكام يوم يعني، والدنيا هتتلم وهتبقى بسيطه جدا. اخر حاجه هقولها لكم هي مين الناس او مين الدكاتره اللي انتوا تتابعوهم على اليوتيوب، ودول افضل ناس هيفرقوا معاكم في كل المواد. في شرح الهيستولوجي دكتور خالد المسلم، في الاناتومي دكتور سامح غازي، في الدنتال اناتومي اللي هو المورفولوجي دكتور محمود العنكيلي، في البايوكيمستري في 4 قنوات: قناه دكتور عباس، قناه محمود الطويل، قناه دكتور انس الدهشان، وقناه دكتور ولاء سرحان. في المورفولوجي اللي هو الدنتال اناتومي والدنتيشن، وكمان في العملي بتاع المورفولوجي قناه الباش دنتست. في الفسيولوجي قناه ايزي فسيولوجي. طبعا في غيرهم ناس تانية كتير وممتازين برضو، وتابع مع الدكتور اللي تفهم منه. وعايزه اقول لكم نصيحه اخيره بخصوص مذاكره الجامعه. مذاكره الجامعه مختلفه شويه عن مذاكره الثانوي. بمعنى ايه اكتر؟ معناه ان انت ممكن يكون المنهج ثابت، منهج جامعه المنصوره زي منهج جامعه القاهره زي منهج جامعه اسكندريه وهكذا، ولكن الدكاتره مختلفين. بمعنى ان الدكتور بتاعي مختلف عن الدكتور بتاعك، والدكتور بتاع كل كليه هو اللي بيحط الامتحان. فالامتحان بتاعنا كلنا مش موحد، فبالتالي انت محتاج تذاكر اسئله الدكتور اللي بيحط لك الامتحان، وتذاكر من المصادر اللي الدكتور بتاعك بيقول لك تذاكر منها. لان انت لو ذاكرت من المصادر اللي بيذاكر منها طالب جامعه المنصوره وانت في جامعه القاهره، الامتحان هيجي ملوش اي علاقه باللي انت ذاكرته. خليك مركز كويس ان انت تذاكر على حسب الدكتور بتاعك بيقول لك تذاكر منين. يقول لك تذاكر من الكتاب اللي هو حاطه، ذاكر من الكتاب اللي هو حاطه. يقول لك ذاكر من المذكره اللي هو منزلها، ذاكر من المذكره اللي هو منزلها. يقول لك ذاكر من البي دي اف، ذاكر من البي دي اف. مش فارق بالنسبه لي انت تفهم منين، افهم من المصدر اللي تفهم منه، ولكن مذاكره الامتحان او المذاكره الاساسيه او المصدر اللي تعتمد فيه على المعلومه يكون المصدر بتاع الدكتور اللي هيحط لك الامتحان. عشان كده انا بقول لك الدكاتره اللي انت تتابعهم على اليوتيوب دول ناس تفهم منها، مش ناس تذاكر من مصادرها. فانت محتاج تذاكر من المصادر اللي هيجيلك منها الامتحان، عشان صدقني لو انت حافظ المنهج بتاعك وفاهمه 100% وما انتش عارف الدكتور بتاعك قالك ذاكر منين وما فتحتش المصادر اللي هو قالك عليها وما حضرتش المحاضرات، مش هتعرف تجيب تقدير كويس. عشان كده حضور المحاضرات مهم، ومتابعه الكلام اللي الدكتور بيقوله مهم، ومتابعه الاسئله اللي هو بيحطها مهم. بس كده اتمنى ان الفيديو يكون فادكم يعني ويفرق معاكم وحمسكم كده ان انتوا تبتدوا بدايه جديده، واتمنى انها تكون سنه سعيده عليكم وتقضوا سنه كويسه كده ولذيذه في المكان اللي ربنا اختاره لكم.